3 حاجات لو كنت عرفتهم عن الخذلان ما كنتش ورطت نفسي مع الشخصيات الغلط. أنا محمد زكريا وبقدم محتوى عن الوعي والسلام الداخلي والتطور الروحاني بطريقة سهلة وبسيطة تدخل العقل وتمس القلب. الخذلان في حد ذاته عمره ما كان جريمة، المشكلة الحقيقية في التوقعات الكبيرة اللي احنا بنستناها من الشخصيات الغلط، وعلشان كده في 3 علامات بتقول إن الخذلان عادي جدا ممكن تتعامل معاه. رقم 1، الناس بتدي على قد ما هي قادرة مش على قد ما انت محتاج. مش كل الناس هتقدر تدعمك زي ما انت عايز، كل واحد بيدي على قد طاقته. اعمل سيف للفيديو ده علشان اوصلك انك ممكن تحتاج له في وقت قريب. رقم 2، الخذلان عمره ما كان ضعف، الخذلان يعني درس لازم تتعلم منه. كل مرة اتخذلت فيها هي فرصة علشان تتعلم اكتر وتفهم نفسك اكتر وتكون اقوى بعد كده في اي علاقة ممكن تدخلها. استنى لاخر الفيديو وما تنساش تعمل فولو عشان مفيش حاجة تفوتك. رقم 3، السكوت عمره ما كان اهمال. في بعض الاوقات الناس القريبين ممكن تغيب عنك او ممكن تسكت، بس هو مش علشان هم بيهملوك او علشان مش مهتمين بيك، لكن علشان فعلا هم ما عندهمش حاجة يقدموها لك ومش عارفين يساعدوك، ولان معظمهم ممكن يكون قليل الحيلة قدام مشكلتك انت وانت المقصود اصلا بالحل. لو لقيت نفسك في اي نقطة من دول يا ريت تعمل سيف للفيديو ده علشان ممكن تحتاج له في اي وقت لو حسيت انك متضايق او مخنوق من اقرب حد ليك. ويا ريت تقولي في الكومنتس ايه اكتر مرة حسيت فيها بالخذلان وتصرفت فيها ازاي. سلام.